بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ملاحظات حول رسم المصحف. لما أراد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذاعة المصاحف وإرسالها إلى الأمصار لم يرسلها وحدها لتكون المرجع الوحيد، بل أرسل مع كل مصحف إماما عدلا ضابطا. نعم، يعني لما أراد إرسال المصاحف إلى الأمصار لم يرسلها وحدها، بل أرسل مع كل مصحف إماما عدلا ضابطا يقرئ الناس بما ورد في هذا المصحف وبعدة المصاحف التي ذكرها العلماء. هي مصحف للكوفة ومصحف للبصرة ومصحف المدينة وإلى مكة وإلى قيل إلى البحرين أو إلى اليمن وهكذا. فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدني، وبعث عبد الله بن السائب مع المصحف المكي والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد القيس مع البصري. فقرأ أهل كل مصر بما يوافق مصحفه تلقيا عن هؤلاء الصحابة الذين تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام التابعون مقام الصحابة، ثم تجرد جماعة للقراءة والإقراء والتعليم والتلقين، واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية، حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم وتعتمد رواياتهم، ولتصديهم للقراءة نسبت وأجمعت الأمة على ما في هذه المصاحف وعلى ترك ما سواه. هكذا يعني نقلت المصاحف إلى الأمصار مع كل مصحف قارئ يقرئ المسلمين والقراء بما ورد في قراءة هذا المصحف. ومسألة رسم المصاحف هي يعني نبذة بسيطة، أنه الجمهور على أن رسم المصحف توقيفي، يعني لا دخل للصحابة فيه، وإنما هو بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعني من وضع الصحابة على ما كان سائدا في ذلك الوقت من الهجاء. ولكن الرأي الذي هو الأصح هو الرأي الذي يقول أن رسم المصحف هو توقيفي، لا دخل للصحابة فيه. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام أهل المدينة، قال: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس اليوم من الهجاء أم يكتب على الكتبة الأولى؟ قال: بل على الكتبة الأولى. ومن الذين حرموا مخالفة رسم المصحف الإمام أحمد بن حنبل كذلك، قال: تحرم مخالفة مصحف الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.